مصر البلد الوحيدة اللي بتستخدم الأرقام في اللغة. على سبيل المثال بيستخدم رقم 60 دايما في الشتيمة، زي ابن 60 كلب. ما سمعناش مثلا إن في حاجة اسمها ابن 50 كلب، هما 60. أما لو حد بشع جدا وعايزين يكبروا الرقم شوية، مش بيزودوا الرقم، لا، بيفضل رقم 60 بس بنضربه في 70، يبقى 70 في 60. ده ابن 70 في 60. يقول له مثلا غرفة 60 داهية، عمر ما حد قال غرفة 80 داهية. رقم 30 برضو بيستخدم في الحاجات اللي هي ما فيهاش منفعة، ملهاش أي 30 لازمة. أنا رحت خروجة ملهاش 30 لازمة. الملفت للنظر إن مفيش حاجة في الدنيا فعلا ليها 30 لازمة. رقم 100 بيستخدم في وصف الحالة الجيدة، يقول لك أنا 100 100، أنا تمام يا معلم والحمد لله وكله 100 100. لا ياكل ايه تاني، خلاص يابا انا كده 100 100. اما 10 على 10 بتستخدم لجودة الاشياء، دول شوية شاي 10 على 10. يستخدم رقم 1000 برضو في المناسبات، مفيش 100 مبروك، يقول له 1000 مبروك. وفي الاحتفال الحماسي يقول يا 1000 نهار ابيض، ثانية واحدة. والثانية تستخدم برضو في العامية المصرية، يقول له طب ثانية واحدة، يقول له ثواني ثواني بس، وهما مش ثواني ولا حاجة، هما ممكن يبقوا ساعتين ثلاثة. الترحيب يقول له 1000 خطوة عزيزة، ألف حمد لله بالسلامة. ولما نحب نشكر حد قوي بنشكره 1000 شكر بالعدد، 1000 شكر. ولما يكون حد تعب في مشوار بيستخدم رقم 7، يقول أنا دخت ال7 دخات. رقم 7 برضو بيستخدم في النوم العميق، يقول له ده أنا كنت رايح في 7 نومة، إنه لو كان نايم في 6 نومة كان قام عادي يعني. الشاي بقى يقول له 50 شاي، يعني نسبة ل 50%، يعني نص كوباية قصده يعني ولا ايه؟ رقم 5 بقى ده اللي مضحك قوي، المقصود بيه 5 دقايق، بس هو بيبقى 5 أيام، 5 سنين. يكون حد عايز حد ينتظر يقول له استناني 5 بس، ال5 دول طبعا بيبقوا 50 سنة. اديني بس شوية كده 5 وهكلمك، اقعد بس 5 وخد نفسك، استناني بس ثانية واحدة هلبس الجزمة وانزل لك. لحد النهاردة محدش عرف يوصل ليه الأرقام مخترقة العامية المصرية. حلقة النهاردة ما تنساش تعمل لايك وكومنت وصلي على النبي. السلام عليكم.